الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني خالص، يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهاردة أبدأ روتيني البسيط المتواضع، يا رب يعجبكم وينال رضاكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والتعليق الجميل بتاعكم، ويا رب الفيديو بتاعتي على قد عشت وعلى قد حالي، يا رب تعجبكم وتنال رضاكم بإذن الله. النهاردة هنبدأ مع بعض. هعمل العلف بتاع الفراخ، تمام، وينفع عليه الحمام الاتنين. بجيب بادي او نامي، هو علف اسمه نامي للفراخ الصغيرة، تمام، بيساعد على التسمين، تمام، وبيبقى حلو. فعشان خاطر معاهم حمام ومش عايزاه يسمن في نفس الوقت وعايزاه يستفاد معاهم، ياكل معاهم، لان الحمام تمام طالما هو والفراخ في اوضه واحده هياكل لازم من اكل الفراخ، تمام. فحطيت له رده فهتمنع ان هو يسمن الحمام، لكن الرده للفراخ مفيش مانع منها، كلنا بنحط لها وتبقى حلوه وجميله خالص ليهم، وما شاء الله بتكبرهم. حطيت نص كيلو او كيلو الا، تمام، رده على العلف ده اللي هو النامي، تمام، كيلو. هخلطهم ببعض وهجيب شوية عيش واحط بللهم بمية، وبعد كده اصفي المية كويس منهم خالص زي ما شايفين، وهحط يجي زي كوباية كده، وهدمجهم كلهم مع بعض، تمام. وهقدمهم لهم. لو عندك مثلا، لو عندي بشوف مثلا بقى خضار، طماطم مثلا، خضار اي حاجه كانت بحب احطها لهم. ما بحبش الاكل بتاعهم يبقى بس علف عشان ما يرميش معايا سمنه كتير، تمام. وبعد يعني ما يبقاش سمين خالص عشان خاطر انا الفراخ جايباها للبيض. وبعد كده هروح اطلعه لهم واحط لهم رشه ملح. ما تستغربوش عليها، الملح على فكره زينا هم من الفراخ والطيور، بيحب حاجه تفتح نفسه، فانا احط له شويه ملح صغيرين تفتح نفسهم. وهي بواقي الخضار زي ما قلت لكم بحطها له، وما شاء الله يعني حلو ماشي حلو، مش معكوس. فيه فراخ بتجيبيه لما بتجيبيه من المزارع للاسف بيصغر، لانه هم بيحطوا لهم نظام معين في الاكل، لكن احنا بنديهم بواقي البيض وبنحط لهم علف، مفيش مشاكل. وبعد كده هدخل على الطبيخ. زي ما عارفين يوم الخميس اغلبيتنا احنا بنطبخ بصفه مستمره يوميا، بس يوم الخميس يعني بصفه مستمره اغلبيه الناس تلاقيها طبخه، لانه بكره الجمعه اجازه وبتجتمعي مع الولاد وكده، وبتاخدي راحه الجمعه، تطلعوا تتفسحوا تقعدوا مع الاولاد كده. وعملت الرز بالشعريه، بحمر الرز والشعريه مع بعضيهم، يعني مش بخلي الرز لوحده، لا بحمرهم الاتنين مع بعض، تمام. وبخلي سنه كده مقطفه عليه قبل ما يستوي عشان ما يتهريش معايا وتطلع الحبايه بالحبايه، بيبقى طعمه حلو لو حمرتي الاتنين مع بعض. وبعد كده هعمل الكوسة في الحلة. بجد الكوسة طعمها بتطلع جميلة جدا. بحمر البصل، بس البصلاية دي شوية اتحمرت مني، يعني بخليها يعني اهدى شوية من اللون ده. وبعد كده بنزل بمعلقة توم وشوية كزبرة، بيبقى حلو خالص التوم فيها، تحطي معلقة كبيرة، تمام. وبعد كده بنزل بعصير الطماطم الفريش لغاية ما تتسبك كويس مع بعض. وبعد كده بنزل بالكوسة. تقريبا الكوسة ما بحطلهاش مية، هي لوحدها بتنزل ميه، تمام، بس بوطي عليها يعني البوتاجاز بتطلع حلوه خالص وجميله جدا. وبحط مكعب مرقه والبهارات اللي انت تحبيها، عندك كمون، عندك كزبره، حطي فيها بتطلع حلوه وجميله. وبعد ما احط عصير الطماطم لغايه ما تتسبك كويس مع بعض، قبل ما احط الكوسه بحط الفراخ ليه بديها تقلبتين ثلاثه فيها عشان خاطر ايه؟ يطلع طعمه حلو وجميل جدا في الفراخ، تمام. وبعد كده خلاص كده هخلص الكوسه. زي ما قلت لكم ما بحطلهاش ميه، هي بتنزل ميه لوحدها بس توطي عليها عين البوتاجاز. خلاص كده هعمل بس التقليه بتاعه، او ما انا اسفه، التومه بتاعه الملوخيه زي ما قلت لكم انا بعملها ورق، تمام. يعني لما باجي اطبخها بعملها ورق، مش يعني بعملها بالمخرطه زي الناس اللي بتعملها، بتسهل عليا خالص وجميله. وبعد ما بعملها احطها في الشوربه، بضربها في الخلاط وتطلع حلوه خالص، تمام. وكده خلاص كده الملوخية زي ما شايفينها لونها حلو واخضر وجميل جدا. اهم حاجة الملوخية عشان تحتفظي بالخضار بتاعها بعد ما تستوي، ما تغطيهاش بحاجة، تمام. وبس، لكن كده خلاص. والملوخية اهم حاجة كمان تختاري نوع يكون حلو الصغير، لكن اما الانواع الكبيرة دي بصراحة طعمها بيطلع مش حلو، مش مسكر. بحط ليها مكعب مرقة، وبحط ليها شوية كزبرة ناشفة، بتبقى حلو خالص طعمها جميل جدا. بحط لها مكعب مرقة وكزبرة وشوية سكر صغنطاطين كده، مش كويس يعني مش كتير، وبتظبط معاكي. وبعد كده خلاص الكوسة زي ما شايفينها ما شاء الله منظرها يفتح النفس. خلاص كده هنزل على الكنيس. زي ما قلت لكم الكنسان ده ما بيخلصش معانا
في اليوم 3-4 مرات. كان فاضل بصل، انا بجيب البصل يعني بجيبه كمية، ففي شوية قشر للبصل وكده، فهطلعه لبره والمه واحطه في يعني سلة الزبالة وكده. زي ما عارفين، معرفش التراب بيجي من فين زي ما قلت لكم، رغم ان احنا مش على شارع رئيسي. وبكده خلاص خلصنا الكنيس وبس، وعايزة ساعة روقان كده بعد ما اخلص طبيخ، بس تيجي من فين؟ هزق الزراعات الحلوين بتاعتنا، وبعد كده هشرب كوباية القهوة. وربنا يعيننا يا رب على تربية الأولاد احنا وانتوا، ويا رب الفيديو يكون بسيط ويكون يعني افادكم لحاجة بسيطة واداكم طاقة ايجابية. انا عارفة ان فيديوهاتي بسيطة ومتواضعة يعني، في ناس بتعمل فيديوهات اكبر مني، بس انا